مبروك للنصر ومن قبله مبروك للشباب متصدر هذه المجموعة. حظا وافرا للزمالك للاتحاد المنستيري. مباراة النصر والزمالك، زمالك ونصر، كانت مباراة مثيرة مهمة، أحداثها استمرت حتى الدقائق الأخيرة، التحكيم كان حاضرا فيها، والكابتن نواف شكر الله يعني التحقق من كل الحالات التحكيمية، فار بعد الفار نسميه. نعم. كابتن نواف شكر الله، حياك الله. الله يحييك محمد. طبعا استمتعنا اليوم في مباراة اليوم بين النصر والزمالك. طبعا يهمني انا الجانب التحكيمي، ايضا استمتعنا في اداء الحكم. استمتاعك نقدر نسميه استمتعنا كده. نعم استمتعت لانه هو يعني قدم مباراة ساعدت على جمالية مباراة النصر والزمالك في المستوى، في سرعة المباراة، في منح البطاقات الصفراء، في استمرارية اللعب، في جميع الأحداث اللي حدثت في المباراة. كان طاقم التحكيم المغربي بقيادة رضوان جيد، والمساعد الأول مصطفى أكرار، والمساعد الثاني الحسن أسكاو، أيضا حكم الفيديو المغربي سمير كزار. أنا بصراحة يوم قلت لي 7 حالات عندنا في المباراة، نعم، توقعت في مشاكل. لا والله طلع الكابتن مستمتع، خلينا نشوف. نعم، هي كلها إيجابية، ولكن أيضا الطاقم المغربي نعطي حقه في هذه صحيح. الجولة قدم مباراة طيبة وممتعة، ونشوف أول حالة في الدقيقة الرابعة لا يوجد ركلة جزاء لصالح فريق النصر. سقوط لاعب النصر داخل منطقة الجزاء، لاعب الزمالك نجح في قطع الكرة، ومن ثم أصبح تلامس طبيعي في قانون كرة القدم. استمرارية اللعب هو القرار السليم، وزاوية الحكم أيضا كانت زاوية سليمة. استطاع تمييز اللعبة بأن هناك قطع الكرة ومن ثم الاحتكاك، والاحتكاك كان طبيعي. نشوف في الدقيقة السادسة تميز أيضا المساعد الأول في إلغاء هدف الزمالك بداعي التسلل. طبق البروتوكول، انتظار اللعبة وانتظار نتيجة اللعبة بالهدف، ومن ثم رفع راية التسلل بوجود تسلل على لاعب الزمالك كان أقرب إلى خط المرمى من ثاني آخر مدافع ومن الكرة. صحيح. وكان البروتوكول سليم ورفع الراية سليم، ومن ثم تحقق حكم الفيديو وأقر على قرار الحكم. وبنشوف في الرسم البياني ل 3D هناك تسلل، تقدم بالجزء العلوي من قبل لاعب الزمالك. نشوف في الدقيقة 9 أيضا تميز من المساعد الثاني، أيضا لعبة مشابهة، لعبة صعبة، أيضا لا يوجد ركلة جزاء لفريق الزمالك. تنافس طبيعي وتدافع طبيعي، هذه كرة قدم، التحامات بدنية قوية بين اللاعبين، فاستمرار اللعب هو استمرار السليم. وهذا ما ميز حكم المباراة بأنه هو كان سقف الأخطاء عنده عالية. فاستمرار، شوف حكم المباراة الزاوية عنده زاوية سليمة ورؤية واضحة. استمرار اللعب هو القرار السليم في هذه اللعبة. نشوف الدقيقة 28 أيضا سقوط لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء، كان هناك تنافس طبيعي. حتينا الحالة في هذه اللعبة، يعني شوف أخوي محمد، يعني اللعب كرة القدم هناك تماسك، هناك تدافع، نشوف كل اللاعبين متماسكين مع بعض، وكل اللاعبين يتنافسون عن الكرة والاحتكاك. هذا التنافس طبيعي في مجال كرة القدم. وأيضا حكم المباراة سمح باستمرارية اللعب، لا يوجد ركلة جزاء للزمالك بداعي المسك أو الدف. هذا تنافس طبيعي في كرة القدم، وهذا ما نتمناه أن نشاهده في المباريات القادمة، باستمرارية اللعب في مثل هذه الحالات. كل اللاعبين متماسكين، كل اللاعبين يتنافسون على الكرة، هذا لا ترتقي إلى احتساب ركلة جزاء. استمرارية اللعب هو القرار السليم. طيب. نشوف الدقيقة 50 هي اللعبة احتساب ركلة جزاء، هي في قانون كرة القدم